السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غنقادو واحد لاطارت كتجي بارده ومنعشه في هاد الصهد وكتجي بمقادير بسيطه. باش نحضروا الكيك اولا كنستخدموا بيضه، قبيصه د الملح، وكنحكو حامضه وساشي د الفاني. بالنسبه لهاد الطبقه ديال الكيك راه كتجي رقيقه، حيت خاصها تجي رقيقه على قبل. راكم عارفين لي طاغط ما كيبغيوش الطبقه تكون غليظه ديال الكيك، بالعكس خاصها تكون قد ما كانت الطبقه رقيقه قد ما مزيان. ولا بغيتو تصايب تقادوها بجينواز راه ممكن غتكون احسن، ولكن هذه الطريقه كتجي ساهله دغيا كتوجد وكتجي خفيفه ورقيقه وكتجي زعما مناسبه لهذا النوع من لي طارت. من بعد كنزيدو ربع كاس ديال الزيت، كنحركو. انا خلطت هنايا غير بالطراب اليدوي، يمكن لكم تستخدموا الخلاط الكهربائي. يعني انا هذه الطريقه ديالي. زدت كاس ديال الحليب، اللي بغيتو زعما ممكن ديروه في عوض الحليب دانون ديال الفاني، ماشي نكهه اخرى كتفضلوها. صافي استمروا في التخليط. من بعد كنبداو نضيفوا الدقيق. هنا يمكن لكم ديروا الفورص، غير انا حيت كنحاول نيفيتي شويه الفورص دايره هنايا القمح والفورص بجوج باش تجي صحيه، ولكن نتوما ديروها بالفورص، يعني كل واحد والنظام اللي كيمشي عليه. انا كنحاول زعما ما امكن نبعد شويه ولا نقلل من الدقيق الابيض. كندير بدائل بحال هكا. هنا عندي مخلطه الفرينه مع القمح، داكشي علاش كيبان لكم اللون هكا، ولكن نتوما استخدموا الفورص الا كتفضلوا، واللي كيفضل شي حاجه يدير. تقدروا ديروها حتى بالقمح الكامل، راه مفيهاش اشكال. كل واحد يدير داكشي اللي مناسبه. من بعد كنزيدو ساشي ديال خميره الحلويات. تشوفوا المقادير هنا قليله حيت الكيك غادي يجينا رقيق، غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخر كي كيجي رقيق. صافي دابا هذا هو القوام ديال الخليط. كناخذ واحد المول كيف ما بغيتو. انا استخدمت هذا المول هكا زجاجي، يمكن لكم ديروا دائري كيف ما كتفضلوا، ولا مستطيل مربع كيف ما كتفضلوا، داكشي كيبقى اختياري. في كنصب فيه الخليط ديالي بحال هاد المولات ديال الزاج ما كيحتاجوش ندهنوهم حيت ما كيلصقوش لينا الكيك. شي مولات اخرين دهنوهم. صافي دابا كندخلو الفران حتى كطيب لينا ديك الكيك. طريقه الطياب اكيد راكم عارفينها. صافي من هنا كندوزو نحضروا الطبقه الاولى من الكريم اللي ندير فيها. درت فيها هنا نص لتر ديال الحليب، ساشي ديال الفاني، وقشور حامضه. وكتضيفوا السكر. انا حيت كنحاول نقص السكر، ولكن نتوما ضيفوا في هذه المرحله واحد ربع كاس ديال السكر تقريبا. صافي وزدت هنا المايزينا، نشا الذره 3 المعالق تقريبا. صافي كنخلطوه هنا في كاسرونه مزيان وهو بارد. عاد كنحطوه فوق البوطه. ملي كنحطوه فوق البوطه كنبقاو نحركو، نستمروا في التحريك حتى كيتعقد لينا كتولي الشكل ديالها كريمي. ومورا ما كتولي لينا كريمه كتكون ديك الساعه الكيك ديالنا طاب. صافي كنصبوا ديك الكريمه فيها وكنرجعوها للفران تصهد غير شويه. صافي الطبقه الثانيه ديال الكريمه هي الطبقه ديال الليمون. هنا عندي عصير تقريبا 2 كيسان ديال الليمون مع النشا، كنخلطوهم. هنا فاش درتها في الفران هذيك الكريمه اللي درت ديال الحليب هذا هو الشكل ديالها. من بعد كنضيفوا الطبقه الثالثه، هذه ما كنحتاجوش ندخلوها الفران. هذيك ديال الحليب درناها في الفران، غير باش تشد فراسه شويه. من بعد زوقت بالخوخ. كيكون ديروا اي نوع من الفاكهه كتفضلوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي. كما قلت هذيك الطبقه ديال الحليب لما بغيتوش ديروها في الفران ممكن ما ديروهاش. صافي هذا هو الشكل، غير هو اللي درتيها في الفران كتجي متماسكه اكثر. هاد لاطاغط راه كتجي منعشه بزاف وبارده، كتقدم بارده. يمكن لكم تقدموها مع
عصير مع حليب بارد. المهم كتكون منعشه وهي اللي تنفعك في هاد الصهد، وكيجي حتى الشكل ديالها والمنظر ديالها كيشهي. هنا درت انا طريفات ديال الشهديات، وممكن ديروا حب ملوك خوخ اي حاجه.